إذا خيروك ما بين الربح والخسارة، هل معقول راح تختار الخسارة؟ أشوفكم بعد الفاصل. أخوي وأختي، نرحب بكم من جديد بلقائنا المتجدد دقائق روحية من الكتاب المقدس للقلب. حكايتنا اليوم عن مبدأ حياتي يومي وحيوي، هو مبدأ الربح والخسارة. وهذا المبدأ هو مبدأ يومي ونعيشه بحياتنا اليومية، وكل إنسان وهو دا يعمل، هو دا يصنع، هو دا يسوي، هو دا يتاجر، دا يمشي على مبدأ الربح والخسارة. يعني ممكن يربح وممكن يخسر، لكن مفهوم الربح والخسارة في حياتنا اليومية تغير بمجريات الأمور اللي مرينا بها، الصعوبات اللي مرينا بها. مثل اليوم أزمة كورونا غيرت أمور كثيرة وغيرت نظرتنا لهذا المبدأ اللي نعيشه كل يوم، مبدأ الربح والخسارة. يعني كورونا غيرت أشياء كثيرة، واليوم نحب نحكي بيها بنعمة الرب. ونشوف هذا المبدأ مسيطر على فكر الإنسان بقوة، ويريد في كل حياته أنه يربح ويربح وما عنده استعداد أنه يخسر. ونشوف أنه الإنسان يسوي المستحيل حتى يربح، اللي يتعلم صنعة جديدة، اللي يفكر فكرة جديدة حتى يجيب من عندها شيء لحياته ويكون من الرابحين. ليش الربح مهم في حياة الإنسان؟ واحد من الأمور المجتمع اللي فرضها على الإنسان أنه قيمة الإنسان في قيمة ما ينجزه، وهاي القيمة تعتمد على هذا المبدأ، إيش قد يربح في حياته وإيش قد يخسر في حياته. يعني حتى أشوف أنا تقدير من المجتمع راح يقدرني على قدر ما أنا أربح وأربح. وللأسف الأزمة الحالية، أزمة كورونا، فرزت أمور كثيرة وأفكار جديدة ما كانت بحياتنا ولا كانت في تفكيرنا، وخلتنا نفهم أمور جديدة بحسب الوضع العام. يعني كثير من الناس نشوفهم صاروا يفكروا بأقصر طريق للربح، وإن شاء الله يكون على حساب الفساد والغش في شغلها، في تجارتها، في كل عمل. ما أقدر أعمم هذا الأمر على الكل، لكن نشوف أنه معاناتنا اليوم في الحياة اليومية بسبب جشع وطمع بعض الناس اللي صار مبدأهم الربح والربح بس. بالرغم من أن الظروف اللي نعيشها ممكن تكون أقوى من عندنا، وياما ناس خسرت أمور كثيرة في حياتها، نشوف اللي يصر بس على الربح هذا ما عنده استعداد يخسر. والحقيقة ماكو إنسان على وجه الأرض يحب الخسارة، لأن الخسارة دائما فيها ألم، فيها حزن، فيها ثمن ندفعه، وهواي ناس يتجنبون الخسارة بأي شكل من الأشكال. ومثل ما قلنا الربح والخسارة مو عيب، وممكن نتعامل به بكل عدالة وبكل شفافية مع الناس. لكن لما يكون هذا المبدأ مسيطر على حياتي في كل الأمور، وما عندي استعداد أخسر ولا أي شيء في حياتي، ويخليني أفكر فقط بالربح، ممكن ألجأ إلى أمور كثيرة. لكن اللي غايب من بالنا، مهما ربحنا ومهما امتلكنا ومهما صار عندنا، كل شيء هو مؤقت. ليش مؤقت؟ لأن حياة الإنسان حتى لو عاش اللي تعب وعمل وصنع وسوى الهوايل في حياته، حتى لو عاش 100 لو عاش 120 سنة، فهي مؤقتة وراح تنتهي. وكل اللي سواه وكل اللي جمعه الماء راح يروح للناس، بس الله يعلم كيف راح يتصرفوا فيه وكيف راح يكون حياتهم مع هذا الفلوس. ونشوف همنا هواية ناس متمسكين بالحياة المؤقتة على حساب حياة الأبدية. ولما نخيرهم تختار حياة أبدية ولا تختار حياة زمنية، راح يختار الزمنية، ويقول لك تحت ذريعة عيشني اليوم وموتني بكرة. هذا مبدأ إنساني شيطاني،
لأنه ما عنده ثقة في الله في أنه قادر أن يدبر أموره، فلذلك يتمسك بالحياة المؤقتة ويتمسك بها بقوة، وتشوف يسوي كل شيء حتى يرجع ويكون من الرابحين، ومقامه ومكانته في المجتمع أعلى شيء. ومن الناس اللي تمسكوا بالحياة الزمنية عندنا بالكتاب المقدس قصة الشاب اللي جاء إلى يسوع المسيح وسأله عن دخول إلى الملكوت، لما المسيح طلب منه يترك كل شيء ويتبعه. الكتاب يقول ومضى هذا الشاب حزين لأن كان ذو أموال كثيرة. العبرة من الكلام ما قدر هذا الإنسان أنه يتنازل عن الحياة القصيرة مقابل الحياة الأبدية. بالمقابل عندنا إنسان ثاني يمكن ما معقولة إذا أقول لك اتمسك بالخسارة وتمسك بها بالقوة، راح تقول هذا الشيء ما معقول. هذا الشيء كان معقول. بولس الرسول يقول في كتاب المقدس لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. بولس قدر يقول حسبت كل اللي ربحته، كل مكانه ونجاح وعمل كل شيء اللي سويته أمام فضل معرفة المسيح اللي مات من أجلي، حسبت نفاية وحسبت الخسارة وأنا متمسك بالخسارة. بولس معلم جيد، معلم صالح، نقدر نقتدي به ونسير في حياتنا بإيماننا بهذا الشكل. يمكن تقول هذا كان بولس. عندنا قصة ثانية من الكتاب المقدس رح نقراها على مسامعكم من إنجيل لوقا 19. قصة شخص كان رئيس للعشارين، شخص مكروه من الشعب، مكروه من ناس كثيرة، بمثابة مدير عام لدائرة ضريبة الدولة، وكان مسؤول عن عشارين كثيرة، وكان غني، كان يعمل كل الأشياء بطرق ملتوية حتى يربح ويربح. هذا الشخص اجت قصته في إنجيل لوقا، خلينا نقرأ على مسامعكم. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا اسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هذا هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نشوف زكا بشهادة يسوع المسيح أنه صار من أولاد إبراهيم، من أبناء إبراهيم، أبناء الإيمان، وصار خلاص إلى بيته. شو وقت صار الخلاص؟ لما قرر أنه يخسر كل شيء من أجل المسيح، وخسر كل شيء من أجل المسيح لأنه ربح حياة الأبدية اللي ما لها مقارنة نهائيا بحياة المؤقتة اللي نعيشها على الأرض. والمسألة ما تحتاج إلى تعميق في التفكير والتخطيط وجلسات، عملية بسيطة. ممكن كل اللي أنت ربحته على الأرض تخسره بكل سهولة. ممكن كارثة، ممكن حرب، ممكن أزمة مثل أزمة اليوم اللي كلنا نعاني من خسارات بسبب كورونا. ممكن حرامية يسرقوا، ممكن أنك أنت تخسر حياتك نفسها بسبب هذا الفيروس أو كوارث ثانية أنت ما تعرفها. اللي أريد أقوله لا تتمسك بأشياء نسميها وقتية، تتمسك بالحياة الأبدية اللي تحسبه خسارة على الأرض، أنت راح تربح مقابلها حياة أبدية، حياة غير شكل، حياة تبقى إلى الأبد. وأنت إذا كان عندك شيء تحسبه خسارة، فالأفضل أنك وأنت خسران مع المسيح أفضل مما أنك تكون ربحان والعالم كله بين إيديك. لأن المسيح قال ماذا ينتفع الإنسان لو خسر نفسه مقابل كل العالم وربح العالم. حتى لو ربحت العالم كله أكيد راح تختار الحياة الأبدية. وإذا تريد تعرف شلون، تعال للمسيح اللي هو قال ها أنا معكم كل الأيام ولانقضاء الدهر. هو قال لا أهملك ولا أتركك.
تعال إلى المسيح، تعال وقول له يا رب أمور كثيرة حسبتها أنه هي ربح إلي، كنت أظن أنه السعادة والحياة هي فيما أمتلكه، فيما أنا أربح، واكتشفت أنه الحياة زائلة، وأن الحياة ما لها أمان. فيروس صغير غير مفاهيم وغير حياة بالكامل على وجه الأرض. يا رب أطلبك من كل قلبي، أطلبك تخليني أتمسك بيك، لأنك أنت الربح الحقيقي حتى لو خسرت الحياة كلها. آمين. لو قلت لك أنت معقولة تختار الخسارة؟ الجواب أكيد اختار خسارة على الأرض حتى أربح الأبدية. رسالة كانت واضحة لنا، لا تتمسك بأمور على الأرض لأن كلها زائلة. حكايتنا انتهت، لكن نعمة الرب ما لها حدود ولا لها نهاية. لقاءنا يتجدد بالأسبوع القادم بنعمة الرب. نشوفكم بأمان الله.